اهلا اهلا، وحشتوني. زي ما وعدتكم اني هعمل لكم ريفيو عن سفره المطبخ عندي. انا ما بقولش عليها غير سفره لان بصراحه هي قيمه قوي وشيك قوي، ومن الحاجات اللي انا اخترتها بعنايه جدا وانا بعمل الديزاين بتاع المطبخ. على الرغم من بساطتها بصراحه، في المطبخ ما كنتش حابه اجيب حاجه اوفر او يكون فيها اي ديزاين. لا، هي حاجه سامبل كده. هي والكراسي بتاعتها، انا ما اخترتها في البدايه كانت الماتيريال بتاعتها الفريم نفسه ميتال، لكن الترابيزه نفسها من فوق هي عباره عن خشب، بس في عليه طبقه كده حلوه قوي تقدري تستعمليها من غير اي فرش، بتتمسح وتتنضف بمنتهى السهوله. واهم حاجه الفريم بتاعها يكون ميتال عشان بيستحمل. الكراسي بقى عايزه اقول لكم انها من الحاجات المصنوعه ريسايكلد، معاده الاستخدام. فبصراحه من الحاجات الحلوه قوي والصديقه للبيئه، وكمان بتستحمل جدا. عايزه اقول لكم ان انا بغسلها يعني عادي جدا تحت الدش كده، بغسلها عادي وبنضفها. بتنضف عندك بفوطه كده على طول، فدايما تحسوا انها يعني في رونق. حاجه ما تجيبي حاجه للمطبخ لازم تبقى حاجه عمليه، حاجه تقدري ان انت وقع منك اكل، الولاد بيقعدوا ياكلوا وقعوا اكل، فما تبقيش قلقانه خالص. انا بصراحه كنت هجيب شكل مختلف الاول من الكراسي، كان مشهور قوي في ايكيا، بس استقريت على النوع ده. اخترت الترابيزه دي ليه؟ زي ما انتم شايفين كده، لانها من الحاجات اللي هي القابله للتمدد، يعني بتكبر وتديكي مساحه اكبر بكتير من اللي انت شايفاها دي. فلو انت بقى عندك عزومه زي مثلا في رمضان بيبقى في عزايم، او لو جايلك ضيوف، او حابه تزودي المساحه، عندك مشروبات، عندك حلويات، عايزه تعملي كورنر كده لوحده على الترابيزه، فدي من الحاجات الحلوه قوي واللي هتنفعك. بصوا كبرت عندي مسافة قد ايه، لدرجة ان انتي تقدري بمنتهى السهولة تاخدي كمان لغاية 8 كراسي لو انتي عايزة تحطي وتبقوا قاعدين مرتاحين جدا. 3 يمين و3 شمال، وعندك بقى الكرسيين تانيين في الطرف بتاع الترابيزة نفسها. فبصراحة من الحاجات اللي بتنفعني قوي بجد في وقت العزومات، وفي وقت لما اكون محتاجة كده اوسع على نفسي المكان. لكن غير كده هي بالنسبة لأربع خمس أفراد هي مناسبة جدا في المساحة بتاعتها نفسها. فيا رب اكون فدتكم كده عن النوع ازاي تختاروها، لان طبعا سفرة المطبخ نفسها بتبقى غير السفرة خالص. انا عندي سفرة تانية موجودة في الريسبشن، بس سفرة المطبخ نفسها لازم تبقى حاجة عملية، وحاجة تعرفي تستعمليها تنظفيها بمنتهى السهولة من غير ما تحسي بقى ان في قلق او تجيبي حاجة منجدة للكرسي نفسه. يعني نصيحة بجد ما تجيبيش حاجة منجدة خالص. انا في البداية ما كنت حابة اجيب الكرسي اللي كان مشهور في ايكيا اللي عليه علامة كروس من ورا ده. جبت له كمان القعدة بتاعته اللي هي وريتها لكم في مشتريات قبل كده، اللي في كمان نازل منها الوان. كنت جايبه لون احمر، كان بيبقى قاعده كده او مسند بتحطيها عليه وبتركب في الايد بتاعه الكرسي نفسها. لكن لما قررت في اخر لحظه غيرت رايي وجبت النوع ده بجد لانه مريح جدا للظهر. النوع التاني من الكراسي مش مريح خالص للظهر، فده بصراحه قعدته مريحه قوي. فطبعا بقت المخدات اللي جبتها دي ما بقتش نافعه عليه، بس انا اوريدي برضو بحطها عليه كده علشان يبقى استفدت بيها، بس هي ما بتبقاش ثابته للامانه يعني. لكن غير كده هي مريحاني جدا معايا ما شاء الله، بقالها اكتر من 5 سنين. ما حصلش فيها اي حاجه، ما اشتكتش من اي حاجه في الخشب بتاعها او في المفصلات بتاعتها او في الجزء اللي بيوسع. ما شاء الله بجد من الحاجات العمليه جدا يا بنات يعني، واللي انصحكم بيها لو انت بتجهزي البيت بتاعك جديد او بتجيبي عفش جديد، فبجد من الحاجات الحلوه قوي. ولازم بجد تبقى فيه ترابيزه في المطبخ، لانها بتوفر عليكي حاجات كتير قوي. يعني المطبخ حتى لو صغير هاتي ترابيزه صغيره، بس يعني الترابيزات المستطيله بتبقى احسن كتير من الترابيزه المدوره. بتديكي طبعا المستطيل ده بيديكي مساحه وبتعرفي تتحكمي فيه زي ما انتم شايفين كده. وكمان اللي هي القابله للتمدد دي بجد عمليه جدا جدا. لو ليكوا اي استفسارات تانية برضو بخصوص الترابيزه كلموني عنها، هرد عليكم في الكومنتات. دخلنا بقى كده. بصوا النهارده عندي بقى دي اخر عزومه في رمضان تقريبا هعملها، وعزومه لناس عزاز على قلبي جدا. فطبعا هم بيحبوا السي فود، فحبيت ان انا اعمل لهم الحاجه اللي هم بيحبوها. فجبت كده سمك دنيس، وطبعا تتبيله السمك الجميله اللي بنعملها بقى انتوا كلكم خلاص حافظينها، التوم والماسترد والتوابل بقى، الكركم والكاري والكمون. ومن اهم المكونات اللي تحطيها برضو في تتبيله السمك هي الجنزبيل. الجنزبيل من الحاجات الحلوه قوي للسمك، بيديله كده نكهه كده مختلفه.
كل ده طبعًا بتحطيه مع بعضه بقى بتضربيه كده في الهاند بلندر، بيدّيكِ بقى قوام حلو وتبتدي بقى تتبّلي بيه السمك، شوية طبعًا ملح وشوية زيت زيتون، فتتبيلة السمك طبعًا معروفة. هو بيكون طبعًا السمك متنضّف كويس، أنا باحب أعمل فيه شرايح كده، بالذات لمّا تكون السمكة يعني كبيرة شوية. الشرايح دي بتدخّلي فيها التتبيلة، فطبعًا أنتم عارفين بقى يعني بتنقل طعم السمكية في حتّة تانية خالص، وبرضه بتسهّل عليكِ لمّا تيجي تحطّي فيها كده شرايح ليمون وتقدّميها بقى بشكل شيك لو أنتِ حابة تعملي حاجة بمزاج يعني. ف خلاص تبّلته وسِبته على جنب شوية، وابتديت بقى خدت الإيه، النهارده هاعمل بقى كده يعني كذا حاجة جنب بعض. الجمبري اللي عندي ده خدته قشّرته، القشر ده نَفْسه هنروح نعمل بيه شوربة دلوقتي، والجمبري ده بقى هنحطه شوية في التتبيلة، جزء من التتبيلة دي هنقعد بقى نمسك التتبيلة دي الأساس معانا والله، يعني هنقسّمها على كذا طبق. باخد القشر كده بتاع الجمبري، وبابتدي بقى أحط عليه شوية من التتبيلة اللي عندي، مع شوية مَيّة واسيبهم بقى مع بعض إيه، براحتهم بقى على النار. كنت باوريكم هنا إن أنا باضيف حاجة برضه من المكونات الأساسية برضه في الشوربة، إنِّك تحطي شوية الfennel seeds دي أو اللي هو بذور الشمر، دي من الحاجات الحلوة أوي في أي حاجة sea food بتعمليها. فجربوها بجد هتحسوا بفرق في طعم الشوربة جدًا. أهم حاجة تسيبيها بقى على النار تاخد راحتها لغاية ما كمية المَيّة اللي موجودة فيها تقل خالص، عشان يدّيكِ كده طعم الشوربة بتاعة المحلات. وهاقول لكم نعمل إيه، يعني نحط إيه بديل الكريمة الطهي أو الكريمة أنتم عارفين بتتباع دلوقتي بقت غالية أوي في السوبر ماركت، فهاقول لكم نعمل إيه بديل ليها. بعد كده حطيت بقى الجمبري في الخلطة الجميلة دي، اللي مخلّي اللون كمان أصفر حلو أوي، مش بس الكركم والماسترد لأ، يعني زوّدي شوية من اللي هو عارفين بودرة الزعفران دي، بتخلّي لونه حلو جدًا. هنعمله بقى fried، وأنا بصراحة يعني من ساعة ما اتعودت أعمله في الair fryer فأنا يعني ما بقيتش باقليه خالص. يعني أنتِ لو هتقليه لو ما عندكيش الair fryer بتقليه عادي جدًا بيطلع حلو أوي جميل، بس أنا مش حابة يعني يبقى فيه سعرات كتير، ف باحب دايمًا أعمله في الair fryer. فباعمله الخلطة التقيلة دي اللي هي عبارة عن دقيق ونشا وشوية توابل مع شوية مَيّة، وكيس تاني بقى كده ليه جبنا كيس عشان ده هيسهّل علينا كتير أوي إن إحنا يعني من غير ما نبهدل الدنيا خالص، هتلاقوا الدنيا يعني بقت نضيفة جدًا كل حاجة في الكيس. شوية دقيق كده بس وعايزة تبهّريه شوية يعني أوكي دي حاجة ترجع لِك، وبابتدي أحُط فيه بقى إيه، بعد ما آخُد الجمبري ده عندي أحُطّه في الخلطة التقيلة دي، أبتدي أحُطّه في الدقيق وأهِز الكيس بقى كويس جدًا، بياخد cover حلو أوي ومن غير ما أبهدل المكان خالص. ورشة زيت كده حلوة في الair fryer وبابتدي أحط بقى الإيه، الجمبري فيه بيطلع fried وجميل وحلو أوي بجد، وخفيف كمان يعني ما بيطلعش شارب زيت ولا حاجة زي المقلي. بيطلع الطبقة اللي عليه ماسكة نفسها وحلوة جدًا، يعني عايزة أقول لكم أحسن كمان من القلي كتير. بس عملنا ليه بقى كل ده، علشان هاعمل النهارده الساندوتشات المشهورة بتاعة المحلات، محلات السي فود. أنا بصراحة أول ما كلته عند طقطق بتاع المأكولات البحرية، وكان حلو جدًا. دلوقتي سعر الساندوتش بقى over أوي، فتقدري تجيبيه وتعمليه في البيت. من الحاجات اللي تشرفك جدًا في العزومات برضه، إنِك تعملي كده إيه يعني كذا طبق مختلف، وتعملي menu كده مختلفة وأنتِ بتقدمي على السفرة بتاعتِك. فكنت باوريكم بصوا إزاي في الكيس بياخد cover كده حلو، والطبقة اللي برّه بتثبت عليه، فباقلّبه بقى كده واسيبه براحته بقى شوية، ما بياخدش وقت خالص. يعني الجمبري كل ما تزوّدي عليه في السِوَى كل ما بينشف معاكِ وبيبقى طعمه مش حلو، يعني ما تزوّديش عن 7، 10 دقايق maximum عشان يدّيكِ نتيجة كويسة. بُصّوا بقى الكابوريا، جايبة كابوريا جامبو، حبّيت إن أنا كده إيه، يعني بعد ما خلاص كمية الشوربة تقِل معايا، باخدها بقى أحطها فوقيها كده عشان تزوّد طعم الشوربة يبقى أقوى. ف باسيبها وكمان تاخد السِوَى بتاعها، وبعد كده بقى إيه، باسيبها على النار، أصفّي الشوربة كويس واسيبها برضه على النار شوية. أمّا بقى هنا الطبق السمك الجميل اللي عاملينه ده، حبيت أعمله ما تستغربوش بجد، يعني ده بيتقدّم في المطاعم كده السمك مع البطاطس. لو في ناس تستغرب يعني إزاي حاطين بطاطس مع سمك، لأ لو أنتم دخلتوا مطاعم seafood قبل كده هتلاقوهم بيقدّموا دايمًا الصينية دي مشهورة أوي. ادّي بس سِوَى شوية كده للبطاطس علشان السمك أنتم عارفين ما بياخدش وقت في السِوَى خالص، وبعد كده لمّا تاخد حوالي نُص سِوَى، ابتدي ضيفي بقى السمك بتاعِك وسيبيه شوية على النار. شُفتوا أنا حطيت إيه دلوقتي على الشوربة؟
يعني حطيت معلقة من الجبنة الكريمي، ودي هنا بديل عندي عن كريمة الطهي اللي بقى سعرها غالي دلوقتي. انا كان عندي اللي هي الجبنه الكوبايات دي، فباخد منها معلقه واحده بس، جبنه ملهاش اي طعم خالص، اللي هي طعمها ساده. وبحطها بصراحه بتنقل الشوربه في حته تانية، ولا تحطي بقى دقيق وميه ولا الكلام ده، لانه بصراحه ما بيخليش طعم الشوربه حلو. شفتوا بقى الجمبري الفرايد طلع جميل، والطبقة اللي عليه ماسكة نفسها، وطعمه كان حلو جدا بجد. يعني فايتكم كتير لو انتوا لسه ما جربتوش السندوتشات دي. تتني بقى العيش او تقطعي العيش من النص، دي بقى ايه، حاجة اختياري، حاجة ترجعلك. اهم حاجة، اهم مكونين معانا هما الطحينة، وطبعا شوية الخضرة اللي انتوا شايفينها دي. انا بقطع شوية من اي خضرة عندك، بس يا ريت يكون فيها شبت، عشان الشبت من الحاجات الحلوه قوي اللي بتدي طعم حلو قوي للساندوتش. بحط شويه كده، هو بيتقدم بالظبط كده والله في المحلات زي ما انتوا شايفينه بالظبط. بعد كده خلاص كله خد سوا، شلت بقى ورق الزبده ورق الفويل، وخد سوا خلاص على النار. ببتدي بقى اشيله ادخله في الفرن، علشان ناخد بقى ايه، ناخد وش بقى حلو كده من فوق. بصوا سندوتشات قد ايه جميله. اكتبوا لي بقى كده رايكم ايه في الكومنتات، ولو حد فيكم جرب السندوتشات دي بالطريقه دي قبل كده يا ريت تقولوا لي. ويلا بينا بقى ايه، ناخد الصينيه كده على الفرن. حطيت فيها شرايح، عايزه اقول لكم، الليمون وشويه زيت زيتون كده من فوق، عشان لما تنزل تحت الشوايه تدي كراست بسيط كده للسمك. وطبعا هتاخدي تقدمي احلى طبق. بجد كانت من اجمل العزومات اللي انا عملتها. وطبعا بقى يعني الشوربه مفيش احلى من شوربه السي فود. قدميها بقى بالطريقه اللي تعجبك. بصوا لونها بقى جميل ازاي. طبعا انا صفيتها وكل حاجه، شلت منها كل حاجة. الشوربة كان قوامها حلو قوي، طعمها مظبوط. لازم يكون طعمها مركز شوية، ما ينفعش ان انتي تقدمي شوربة السي فود تبقى خفيفة قوي، لان ما بيبقى لهاش طعم بصراحة. بصوا مفيش قوام تقيل ازاي، لاني ما حطيتش لا دقيق ولا تقلتها بدقيق ولا نشا ولا الكلام ده. هي معلقة الجبنة الكريمي بس كده خلت ليها قوام تاني. يعني عندك كريمة بقى، كريمة طهي طبعا هتبقى أحلى وأحلى. عايزة تحطي فيها قطع سي فود، يعني ممكن تشتري بقى، دي بتتباع لوحدها، اللي هي قطع السي فود دي بتتباع بالكيلو. ممكن تجيبي شوية وتحطيهم في الشوربة، بتبقى حلوة قوي لو انتي بتحبي تشربي الشوربة جواها قطع كده تاكليها مع الشوربة. فقدميها بقى بالشكل اللي بتحبيه. وفي الاخر ما تنسوش بقى كده ايه، رشة الشبت. اكتبوا لي بقى كده رأيكم في التعليقات عن الأكلة بتاعت النهاردة. وخلاص كده يعني رمضان كده بيروح مننا بسرعة. خلاص والله الواحد زعلان يعني ان احنا خلاص في آخر الشهر الكريم، الشهر اللي كلنا بنحبه، على الرغم من ان اليوم فيه بيجري بسرعة جدا، والوقت بسرعة جدا. من اول ما تصحي بالليل تحسي مش عارفة ازاي اليوم بينتهي بسرعة قوي كده. على الرغم من كده احنا كلنا بنفتقد الشهر وبنزعل قوي لما بيجي يخلص. يا رب ربنا يعيننا على الطاعات في الأيام الجميلة دي يا رب، ويبارك لنا في الوقت، ويتقبل مننا، ويعتق رقابنا من النار احنا وانتم، اللهم امين. قولوا لي بقى رأيكم كده في المنيو بتاع النهاردة. كانت عزومة حلوة قوي بجد بصراحة، وانبسطوا كتير من الأكل. فالحمد لله يعني كانت موفقة. بعد الأكلة دي بقى ما تنسوش بقى طبعا أساسي هو عصير الليمون اللي هعمله لكم النهاردة. بجد مختلف قوي. كوباية عصير الليمون دي من أحلى الكوبايات اللي هتشربيها. عصير ليمون باللبن، باللبن، وما تتخضوش وجربوها. احلى كتير يعني. هتسيبي بقى الليمون العادي على جنب كده خالص، وهتلاقي نفسك ما بتعمليش غير الليمون ده. طعمه حلو ومنعش وكريمي، ويعني بجد فظيع، حلو قوي. انا بس عشان كده ايه اعزز اللون شويه ضفت سنه من اللون الاخضر. ما عندكيش عادي يعني، انا في الغالب ما بحطهوش، لكن المره دي كان عندي اللون الاخضر فضفته. بصوا ما تنسوش بس شوية التلج، علشان التلج بيدي فومينج كده وانتي بتضربيه، فبيخلي شكله حلو قوي، حلو قوي جدا في الايام الحر. وبالذات كمان بعد العزومات اللي بتعمليها سي فود، من الحاجات الحلوه اللي تقدميها قوي هو عصير الليمون المنعش ده. بجد حلو قوي. حابه تضيفي معاه تاتش النعناع ده، ممكن تضيفيه معاه. انا هنا ما ضفتش، بس لو انت عندك عود نعناع ممكن تضربيه معاه. وفي الاخر بتصفيه كويس قوي وتقدميه. بصوا بقى كلموني عن الجمال هنا. بجد والله كان روعة، من احلى المشروبات اللي ممكن تعمليها بعد اكلة السي فود. جربوها كده والله بجد يعني مش هتندموا.
وطبعا بقى لازم ما ننساش الحلو. يعني انا قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا هعمل لكم اللي هي الاختراعات اللي طالعه جديد دي في الكنافه. لما بعمل كتير الكنافه اللي هي فيها كريمه العاديه، اوقات كتير الولاد مش بيقبلوا عليها خالص، وتحس انها بتتركن وبتتساب، ولما تنشف شويه بتحسي انها ما بقتش حلوه او تبات معاكي. لكن دي بصراحه من الحاجات الحلوه قوي بجد. انا ما عملتها لهم يعني ضيوفي انبهروا بيها بصراحه. طبعا انت بتقدميها بقى زي ما انت عايزه. انا ما كانتش عندي بولات كتير، فهي بتحتاج بصراحه البولات المربعه دي بتبقى حلوه قوي، ما كانتش متوفره عندي بصراحه. بفكر اجيبها الايام الجايه. اهم حاجه انك بتعملي طبقات. يعني انا باخد الكنافه بحمرها كويس قوي بالسمنه، وابتدي بقى انتي العبي في الطبقات براحتك. يعني في كوبايات بدات فيها بالكريمه، وكوبايات تانية بدات فيها بالكنافه نفسها، وبحط عليها طبقه المانجا. المانجا دي كنت مخزناها وعاملاها مركزه. يعني قشرت المانجا وحطيتها مركزه كده زي ما هي، بطلعها من الفريزر بس تفك شويه، وببتدي اضربها فبتبقى زي عصير مانجا مركز، ما فيهوش سوائل كتير خالص. وابتدي بقى احط بيها يعني طبقات زي ما شفتوا كده، طبقة كنافة، طبقة مانجا، طبقة كريمة، وابتدي ازود لغاية ما ما اخلص كل الكمية اللي عندي، وابتدي اقدمها. فدي بترجع بقى لذوقك. بصراحة من الحاجات الحلوة قوي. والحاجات دي موجودة في المحلات بتتباع كتير غالية، لكن انتي تقدري تعمليها في البيت بمنتهى السهولة. وممكن تجيبي كمان كمية كنافة في البداية، بدل ما تجيبي نص كيلو هاتي كيلو وحمريه وحطيه عندك في علبة في التلاجة، مش بيحصل له اي حاجة. واعملي منه بقى براحتك، سيبيه في التلاجة خالص، وكل ما تعوزي تعملي حاجة حلوة طلعيه واعملي الطبقات دي. مفيش اسهل ولا اسرع من كده، ولا بتاخد وقت زي الكنافه العاديه ولا الكلام ده خالص، ولا بتحتاجي تسقيها بسيرب. انا ما سقيتش بسيرب ولا اي حاجه، وطلع طعمها مظبوط جدا، ولا هي عدبه ولا هي مسكره اوفر، وكان طعمها مظبوط قوي، لان اوريدي الكريمه فيها سكر، والمانجا اللي انت بتحطيها فيها برضو سكر، فانت مش هتحتاجي سيرب اصلا على الكنافه اللي حمرتيها. وكمان تقدري تطلعيها من العلبه في التلاجة وتعملي تاني يوم وتالت يوم. يعني من الحاجات الحلوه قوي والمنجزه، لو انت ما بتحبيش كل يوم تعملي حلويات او ما بيبقاش عندك وقت. فقدمتها برضو هنا في البولات دي بصراحة كان شكلها أحلى كتير. وزي ما قلت لكم حطيت طبقة تانية من الكريمة، بدأت بالكريمة تحت. فبجد من الحاجات الحلوة قوي اللي أنصحكم تجربوها. بس حلوين كده في نهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان خفيف على قلبكم. وسامحوني لو بتأخر في الفيديوهات، رمضان مفيش فيه وقت خالص والله. فربنا يعيننا على الطاعات إن شاء الله في الأيام اللي باقية من رمضان. وإن شاء الله ما تنسوش الفيديو اللي جاي على طول، وهحاول ينزل قريب، هيكون فيه مشتريات العيد، وهقول لكم على الأماكن زي ما انتم متعودين مني، الأماكن المختلفة اللي أنا بشتري منها وبيكون فيها حاجات مميزة. هقول لكم عليها إن شاء الله في الفيديو. استنوني بقى. كل سنة وانتم طيبين. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي.